عندك عملة قديمة ونادرة وبغيتي تبيعها، صيفط صورة للقطعة أو الورقة النقدية اللي عندك مرفقة بالاسم والدولة اللي كتسكن فيها عبر الجيمايل لهذا الإيميل هذا contact@cgb.fr، والموقع غادي يجاوبك خلال 24 ساعة. لمزيد من المعلومات، هذا فيديو شرحت فيه طريقة من الألف إلى الياء على قناتنا على اليوتيوب همزة اليوم. الفلس المغربي إصدار القرن 19 هو من معدن البرونز. الثمن ديالو في المغرب ما كيتعداش 30 درهم، وخارج المغرب بين 100 و 130 درهم. 200 درهم إصدار 2002 اللي مطلوبة ومبحوث عنها هي هذه اللي فيها خطأ، والخطأ هو عدم وجود الخط الفاصل بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. بالنسبة للثمن ديال هاد 20 فرنك السكة المحمدية الشريفة، إصدار سنة 1371 هجرية للملك الراحل محمد الخامس. فهاد النسخة العادية اللي تصدر منها عدد كبير فهي موجودة، والثمن ديالها ما كيتعداش 50 درهم. أما اللي كتسوى ثمن كبير فهي 20 فرنك اللي أصدرت للتجربة ومكتوب عليها كلمة إيساي كما كتشوفوا في الصورة. 10 فرنك إصدار سنة 1366 هجرية الموافق ل 1947 ميلادية. تم إصدار 1100 قطعة فقط للتجربة، واللي معروفة بهاد كلمة إيساي اللي مكتوبة تحت فرنك. اللي عنده هاد القطعة فالثمن ديالها كيتراوح بين 400 و 1200 درهم مغربية. أول ورقة ديال 50 درهم تصدرات في تاريخ المملكة المغربية بعد الاستقلال هي هذه، تم إصدارها سنة 1965. هي ورقة نادرة وتم البيع ديالها في هذه الحالة اللي كتشوفوا في الصورة 135 أورو، اللي كتساوي تقريبا 1350 درهم مغربية. ورقة 50 سنتيم، والتي تعد إلى الآن أصغر عملة ورقية تم إصدارها في العالم. 5 دراهم إصدار 1960 للملك الراحل محمد الخامس. هي أول ورقة ديال 5 دراهم صدرات في تاريخ المملكة المغربية. تم البيع ديالها في مزاد خارج المغرب سنة 2023 ب1000 درهم مغربية. ميتين درهم إصدار 2002 اللي مطلوبة ومبحوث عنها هي هذه اللي فيها خطأ، والخطأ هو عدم وجود الخط الفاصل بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. 50 و100 درهم هم الأوراق المغربية الوحيدة اللي تم إصدارها بصورة 3 ملوك. 10 فرنك 1371 فيها جوج ديال القطع. الأولى العادية ما كيتعداش الثمن ديالها 30 درهم، والثانية التجربة مكتوب عليها إيساي ثمنها بين 400 و 600 درهم، وممكن أكثر على حسب الحالة ديالها. هاد القطعة ديال 10 سنتيم 1987 راه مازالت متداولة، اللي كتباع هي اللي فيها خطأ فقط. درهم مغربي من معدن الذهب نادر جدا، إصدار سنة 1960 للملك الراحل محمد الخامس، يسمى بالدرهم الشرفي.